أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله جينا نهضروا معكم على واحد الموضوع اللي كيحرق القلب، موضوع الفتنة اللي ولات كتبرز بين المسلمين، خاصة بين شعوب اللي هما إخوة، يعني كلهم مسلمين، بحال مثلا المغرب والجزائر. السؤال اللي خاصنا نطرحه هو علاش هاد الفتنة؟ علاش وحنا مسلمين كنقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله وكنسمحوا لهاد الشر وهاد الفتنة تدخل بيناتنا؟ الله سبحانه وتعالى ما خلى حتى حاجة بلا توضيح، وجا في صورة عظيمة اللي هي سورة الحجرات، وربى بها المؤمنين على الأخلاق. إلا دخلتوا لسورة الحجرات وقريتوها كتلقاوها عامرة بأمراض الأمة، وهنا ربنا سبحانه وتعالى على الأخلاق وعلى كيفاش نتعاملوا مع بعضياتنا. أولا، واش هذه فتنة ولا خلاف عادي؟ خاصنا نكونوا واضحين، ماشي كل خلاف راه فتنة، ولكن ملي كيتحول الخلاف الحقد وسب وشتم وتشكيك في النيات ونشر الكذب، هنا راها ولات فتنة 100%. الفتنة ما كتوقفش غير عند الكلام، الفتنة كتفرق، كتخلي الأخ يشك في خوه، وكتخلي العداوة كتدخل حتى للقلوب، وهنا كيدير الشيطان خدمته. ولكن شوفوا شنو قال لنا ربي سبحانه وتعالى في بداية سورة الحجرات. قال لنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني ما نهضروش وما نتصرفوش بالعاطفة والغضب، ولكن بالشرع والحكمة. ثانيا، الفتنة كتبدا بخبر كاذب. من أخطر أسباب الفتنة الأخبار الكاذبة، الإشاعات والفيديوهات المقطوعة من السياق ديالها، يعني كيقطعوا غير داكشي اللي بغاو وكيخليو داكشي اللي حق. الله سبحانه وتعالى راه حذرنا وقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. دائما راه في سورة الحجرات، يعني ماشي أي خبر يجي نصدقوه وننشروه، راه حيت واحد بوست واحد فيديو واحد تعليق راه كيدير شر كبير، وكيشعل هادشي كله، كيشعل نار الفتنة بين الإخوة وبين المسلمين، كيشعل النار ما كتطفاش بسهولة. إذا قبل ما تشارك أي حاجة، أي فيديو، أي حاجة، سول راسك: واش هادشي غادي يصلح ولا غادي يزيد يعقد؟ واش هادشي غيرضي الله عليه والرسول ديالو ولا لا؟ واش هادشي غادي يجبد الصداع ولا غيزيد يجمع بين الإخوة؟ هادشي اللي خصنا نديرو. احبابي في الله، كنلقاو السخريه والاحتقار طريق مباشر للفتنه. علاش غنحتقر وعلاش غنسخر واحد من واحد؟ دابا شوفوا شحال من مره كتشوفوا استهزاء والضحك والسب، وهذا ينقص من هذا وهذا ينقص من هذا. والله سبحانه وتعالى قال لنا في سوره الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. قراوا الآية وتدبروها وشوفوا اش كتعني اللي كيشعل نار الفتنة بين الناس. واش زعما حنا يحسن من غيرنا؟ واش التفاضل كيكون بالجنسية ولا بالتقوى؟ راه الله سبحانه وتعالى قال لك: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حيت قال لنا الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم عباد الله. ما قالش أغناكم، ما قالش أجملكم، ما قالش اللي عندو النسب كبير، ما قالش اللي عندو المال كبير، ما قال أتقاكم. يعني ميزان التفضيل عند الله سبحانه وتعالى هو التقوى. إن الله عليم خبير. راه أحبابي في الله، الاحتقار كيزرع الكراهية، والكراهية كتوصل للفتنة، والفتنة كتوصل للهلاك،
والفتنة أشد من القتل. منتشر عندنا وبيننا بزاف هاد سوء الظن والتجسس. ما حتى واحد ما عارفش بالله راه تابعك الحساب وتابعك القبر وتابعك حياة اخرى. هذه راه غير زائله، هذه دايزه، هذه غير دايزه غير مارين فيها، راه باقي كتسناك حياة اخرى وغادي تحاسب على اي كل صغيره وكبيره. سوء الظن والتجسس منين كتضيع الثقه كتكثر الفتنه. الله عز وجل قال لنا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. سوء الظن كيعمي البصيره، كتولي تشوف اي كلمه بنيه خايبه واي تصرف كتفسره بالشر. اذا احبابي في الله، لماذا هذه الفتنه بين المسلمين؟ لماذا هذه الفتنه بين المغرب والجزائر؟ نحن اخوه وكما قلت قبل قليل الفتنه اشد من القتل، اخطر من القتل. قال تعالى والفتنه اشد من القتل. علاش؟ حيت القتل كيموت غير واحد، اللي قتل كيموت غير واحد، ولكن الفتنه راه كتموت امه كامله، راه امه كامله كتموت بديك الفتنه. القلوب ديالها كتموت، الوحده ديالها كتموت، والقوه ديالها كتموت. الاعداء ديال الاسلام راه ما محتاجينش يحاربونا بالسلاح، صافي راه لقاو السلاح ديالهم هي الفتنه. ملي كتحاربوا بيناتكم بالكلام والحقد، هو راه هذا هو السلاح ديالهم. وصحابك انت دابا شاد العداوه مع بنادم، مع اخوك المسلم بحالك بحالو، شاد العداوه والحقد والسم بين الاخ ديالك بين المسلم بحالك بحالو، ونسيتي العدو الكبير اللي هي اولا النفس ديالك، ثانيا الشيطان اللي حلف قال الله سبحانه وتعالى لاغوين امتك. راه العدو الكبير اخويا اختي، راه العدو الكبير هو الشيطان. راه الشيطان راه تابعك وغدا يوم القيامه الا تبعتيه هنا غدا يوم القيامه يقول لك راه ما درتش لك السلسله في عنقك وجريتك بالزز، سوى اني دعوتكم فاستجبتم لي. وغدا يوم القيامه غادي يتبرى منا، غيقول لك ما قلتلكش تبعني. راه الشيطان هو العدو الكبير، هو اللي خصنا نردو منه البال، راه هو اللي بغى يفتن وينوض الفتنه بيناتنا. الشيطان ما جايب الجيش ديالو بالسلاح وانت كتشوف فيه، راه انت كتحارب مع واحد ما كيبان لك كاع ما كتشوفوش، راه هو هذا. راه الشيطان ما كيبانش ليك. اعطي اتساع لخوك المسلم وعاملوا بالتي هي احسن باش يجازيك الله خير، وتحارب مع الشيطان وكون على بال من الشيطان لعنه الله عليه. ما تخليش ليه الطريق منين يدوز، ما تعاونوش. راه الوسواس، راه هذاك الفتنه ودوك الاكاذيب وداك الشيء هو اللي كيوسوس لك. شكون اللي كيوسوس لك؟ هو الشيطان، ما غاديش يبان لك. اذا احبابي في الله اتقوا الله وحبوا بيناتكم ونشروا السلام والاخوه. انما المؤمنون اخوه، نحن اخوه. علاش هاد الحقد وهاد السم واش غتخلدوا في الدنيا؟ هاد الخطاب دابا ديال اللي كيزرع الفتنه. الا كنتي واحد من الناس اللي كتنشر السب ولا كتشعل العداوه، راه خاصك توقف وتراجع راسك وتوب الى الله. راه الفتنه قلنا الفتنه اشد من القتل. تذكر انك غادي توقف بين يدي الله سبحانه وتعالى غدا يوم القيامه، وكل كلمه نشرتها غادي تحاسب عليها، كل كلمه نشرتها غادي تحاسب عليها، كل فيديو نشرتيه غادي تحاسب عليه، كل تعليق كتبتيه غادي تحاسب عليه. اذا نقولوا الخير او كتبوا الخير او نشروا الخير ولا زقاو، ماشي كل ما عرفت خاصني نهضر عليه، ولا كل ما شفت خاصني نشره، وخصني بعدا نشوف واش يصلح ولا ما يصلح. حتى الا كان خايب مثلا وشفتو خايب، ستر خوك المسلم. راه من ستر مسلما ستره الله، ولكن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحوا في عقر داره. إذا نستر خوك المسلم ورحموا. الرحمة يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. راه الفتنة ما كتعمرش، اليوم كتضحك وغدا غادي تندم. الشيطان انت كتخدم الشيطان،
كيفرح ملي كيشوف المسلمين متفرقين. علاه هو ما غاديش يفرح هو نتجمعوا نكونوا اخوه؟ لا، الشيطان ما كيفرحوش المراه والراجل يتلاقاو مثلا في الزواج. علاش كيسعى في الطلاق؟ وما كيفرحوش المسلم مع اخوه المسلم يفرح. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه لا يخذله ولا يحقره. احبابي في الله، الله سبحانه وتعالى اعطانا الحل في اخر سوره الحجرات: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. يا عباد الله، اصلحوا. هذاك النمام وداك اللي كينشر الفساد انما يفسد ولا يصلح. اذا اصلحك الله. من يصلح يصلحه الله، ومن يفسده الله ويفسد ذريته. راه واجبنا ماشي نزيدوا النار، ماشي نشعلوا العافيه، راه واجبنا هي نطفيوها. واجبنا نهضروا بالكلمه الطيبه ونرفضوا السب ونكونوا دعاة اصلاح ماشي دعاة فتنه. الفتنه احبابي في الله، اخواني اخواتي، راه اختبار. اما ننجحوا فيها يعني في هذه الفتنه بالحكمه والصبر، ولا نطيحوا في شراك ابليس ونطيحوا في المشاكل والتهور والكلام اللي كيجرح. اذا راه المغرب والجزائر اخوه، حنا ماشي سوقنا في الريوس الكبار، ماشي شغلنا حنا، ولكن المؤمن والمسلمين اخوه. راه المغرب والجزائر اخوه. ما تخليوش الشيطان يدخل بيناتكم، ما تخليوش الفتنه تزلعكم. راه كلنا غنتسالوا غدا يوم القيامه. اذا اصلحوا بيننا، اصلحوا بين انفسكم وبين المسلمين. اللي كان كيامن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ما تشعلوش نار الفتنه، راه داكشي اللي بغى ابليس. ما تكونوش دعاة ابليس، راه داكشي اللي بغى ابليس. الله يجمع قلوب المسلمين ويبعد علينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.